ويوجد بعض الأدلة التي تدعم فرضية وجود أطلانتس في المحيط الأطلسي، وسنذكر البعض منها. أول دليل هو أن خرائط البحار القديمة التي يستخدمها كولومبوس قبل اكتشافه لأمريكا كانت تظهر جزيرة عملاقة في المحيط الأطلسي لا توجد في الواقع. هل يمكن أن تكون هذه الجزيرة هي أطلانتس؟ وكذلك دليلا آخر، وهو سورا ضخما يبلغ طوله 120 كيلومتر مربع في قاع المحيط الأطلسي، يشتبه بأنه من مخلفات المدينة المغمورة أطلانتس. وهل تعلم أن تيار الخليج الذي ينشأ من قارة أمريكا ويتجه إلى قارة أوروبا ينقسم إلى فرعين في منتصف المحيط الأطلسي، وكأنه يدور حول شيء موجود في الأسفل، والبعض يقول أن في الأسفل توجد أطلانتس. وكذلك بعض الدراسات تشير إلى وجود قارة في قاع المحيط الأطلسي، لكن لا يستطيع الإنسان الوصول إلى هناك بسبب الضغط الشديد، وهذا ما جعل العلماء في حيرة وطرحهم لبعض الأسئلة، كهل يمكن أن تكون هذه القارة هي أطلانتس، وأن على سطحها شعب يعيش